السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الفشار بطريقتين، أتمنى إنه يعجبوكم. بالطريقة المالحة والمسكرة. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو النهاردة يعجبكم. قبل ما أبدأ الفيديو، اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك للقناة. اول حاجة يا حبايبي بنجيب شوية كده من ذرة الفشار ونص كوباية لبن حليب. هنبدأ في خطوات العمل بتاعتنا. اول حاجة بنجيب الحلة بتاعتنا اللي هنعمل فيها كده، ونقيد البوتاجاز بتاعنا ونحط في الحلة قيمة معلقتين او 3 زيت. بنسيب الزيت لما يقدح معانا ويسخن. ما ينفعش ان احنا نحط الفشار على الزيت وهو بارد يا حبايبي. بنسيبه الاول يسخن وبعدين بننزل بقيمة 100 جرام من الذرة الفشار، ونبدأ ان احنا نقلب فيه. بنقلبه علشان نغلف الذرة بالزيت وعشان يسخن معانا. ما ينفعش يا حبايبي ان احنا نحط الذرة على الزيت ونغطي الحل على طول، لا بنسيبه ونقلب فيه شوية بحيث انه يسخن ويبدأ ان هو يفشر معانا. اذكروا الله يا جماعة، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نستمر في التقليب كده لحد ما يبدأ ان هو يفشر معانا. يا حبايبي نروح مغطين الحل. في الوقت ده بنهدي النار، لو سيبنا النار عالية هينحرق معانا من تحت. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، ابيض وجميل ومفيش ولا واحدة فيه محروقة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا يا حبايبي احنا هنكرر العملية دي عشان احنا هنعمل طعمين اتنين. ده الطعم الاولاني اللي احنا هنعمله. هنبدأ ننزل في بولة بيه كده، بصوا يا جماعة، من تحت زي من فوق، زي الفل مفيهوش ولا واحدة محروقة. هنبدأ ان احنا نحط برضو، نكرر العملية دي. هنحط قيمة 3 معالق زيت برضو، وننزل ب100 جرام ذرة برضو بنفس الطريقة، ونسيب الزيت الاول يسخن وننزل بالذرة ونقلب فيه لحد ما يبدأ يسخن معانا ويبدأ يفشر معانا برضو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. برضو يا حبايبي وبنقلب فيه برضو، بدأ ان هو اهو يظهر معانا ان هو يبدأ يفشر اهو. في المرحلة دي بنروح مغطيه، وبرضو بنهدي النار يا حبايبي. طبعا لازم نهدي النار بحيث ان هو يفشر كله من غير ما ينحرق معانا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي في المرحلة ديت هو بيطقطع معانا برضو، بس احنا كنا كاتمين الصوت اهو يا حبايبي. كشفنا بقى في الوقت ده، بسم الله ما شاء الله، ابيض زي الفل اهوت، ومن فوق زي من تحت يا حبايبي، ما فيش ولا واحدة محروقة فيه. كلنا يا حبايب قلبي ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم وينصرهم نصرا عزيزا، ويزلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم امين يا رب العالمين. الكمية التانية يا حبايبي برضو نزلنا في البولة برضو بيها كده. الطعم الاولاني يا حبايبي اللي هو الحادق معانا اطعمة، معانا كاتشب او جبنة، اي طعم انت بتحبيه. طبعا الاطعمة دي بتيجي من عند العطارين يا حبايبي. بنبدأ نجيب الطعم بتاعنا كده. دي الكمية التانية يا جماعة، قصدت ان انا احط عليها الطعم بحيث ان هي لسه سخنة عشان يدوب فيها. نحط كده ونظبط الطعم زي ما احنا عايزين. بنحط الكمية ونقلب من فوق لتحت بحيث ان الطعم يدوب فيه ويملحه من البداية كده. هنبدأ نعمل الطعم التاني يا حبايبي. بنقيد البوتاجاز بتاعنا ونجيب الطاسة بتاعتنا كده، اللهم صل على النبي. معانا 3/4 كوباية سكر بودرة يا جماعة. انا استعملت سكر بودرة علشان
انا كان موجود عندي. اما ممكن ان انتوا تستعملوا سكر حبيبات، بس هو منه كان متوفر عندي فانا استعملته. 3/4 كوباية دي يا جماعة. دي نص كوباية حبيبات، بس طبعا لما بنطحنه في مطحنة الخلاط بتبقى كوباية الا ربع. هنبدأ ان احنا نهدى عليه، فردناه كده في الطاسة بتاعتنا، بنهدى عليه بحيث ان هو ما ينحرقش معانا ولا يتلهف بسرعة. طبعا احنا عايزينه يكرمل من غير ما يغمق، او علشان ما يديناش الطعم اللي هو ممرر، ما يبقاش ممرر. اهو يا حبايب قلبي، اذكروا الله يا جماعة. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنبدأ ان احنا نحرك بس بالطاسة كده لحد ما يبدأ ان هو يسيح معانا، وبعدين نبقى نتعامل بالاسباتولا بتاعتنا. اول ما بدأ يسيح يا حبايبي بنبدأ نقلب بالاسباتولا كده. طبعا السكر البودر ده يا حبايبي في تكتلات كده، لان احنا عارفين ان السكر بياخد رطوبة من الجو، فهو برضه هيفك معانا بالحرارة كده. اما يسيح معانا هيفك معانا، مفيش اي مشكلة يعني. طبعا حضراتكم ممكن تستعملوا السكر، انا لو ما كانش عندي السكر البودر ده كنت استعملت الحبيبات. بس النص كوباية من السكر الحبيبات لما انطحن ادانا كوباية الا ربع، لانه بيدي مساحة بعد ما بينطحن. هنبدأ ان احنا ندوب في التكتلات بتاعة السكر دي بحيث انها تدوب معانا خالص بالحرارة كده. لما نبص نحس كده ان ما عادش اي كتل من السكر. الطعم بتاع السكر المكرمل بالحليب ده يا جماعة روعة. لو عملتيه لأولادك طبعا هيطلبوه باستمرار، لأنه فعلا جميل جدا. احنا بنعمل لهم طبعا اللي هم بيحبوه. انا عملت الطعمين دول لان عندي اللي بيحب المالح وفي عندي اللي بيحب المكرمل ده. التكتلات بتاع السكر يا حبايبي فكت كلها معانا هي. في المرحلة دي هنبدأ نجيب اللبن معانا. نص كوباية لبن، هننزل شوية بشوية. حبايبي الصغيرين البنات المبتدئين في المطبخ يحافظوا على نفسهم من الخطوة دي، بحيث ان هو ما ينطرش على ايديهم وكده، ولا قدر الله يحرق ايديهم يعني. هنبدأ ان احنا نحط شوية لبن بشوية لبن كده ونفك الكراميل. طبعا كمان اللبن بارد معانا، ساعة ما بنحطه الكراميل بيقفش مع بعضه كده ويلم، بس بالحرارة بإذن الله هيدوب معانا كله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما ننساش اخواتنا في فلسطين يا جماعة، احنا ما نملكش لهم غير الدعاء. ربنا يثبتهم يا رب ويعينهم ويقويهم وينصرهم نصرا عزيزا، اللهم آمين. اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا الله، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. بنفكك في الكراميل بتاعنا اهو يا حبايبي، لان طبعا كان اللبن بارد معانا، فعلى ما بيسخن معانا كده بقى ويبدأ ان السكر الكراميل بتاعنا ده يبدأ يفك معانا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بدأ اللي يفك معانا خالص اهو يا حبايبي، ما عادش اي كراميل معانا. هننزل بكيس فانيليا بودر، اللي عنده فانيليا سايلة ينزل بنقطتين او ب3. طبعا احنا بننكه الكراميل بتاعنا بطعم وبريحة الفانيليا عشان يدينا طعم حلو كده وريحة حلوة للفشار بتاعنا. الفشار بتاعنا اهو يا حبايب قلبي، نبدأ ان احنا ننزل بالكراميل كده عليه. الكمية دي كافية قوي اللي احنا عملناها دي يا حبايبي لل100 جرام ذرة فشار. هننزل بكمية الكراميل كلها كده، وبعدين نقلب من فوق لتحت كده، بحيث ان احنا عايزين نغلف كل الفشار بالكراميل. هنقلب فترة يا جماعة
حبة كتار كده، بحيث ان ما يبقاش جزء فيه كراميل وجزء يبقى سادة. وطبعا الجزء السادة يا حبايبي لازم نقلب حلو، لان الجزء السادة ده هيبقى عادي معلهوش ملح، فاحنا لازم نقلب كويس بحيث ان احنا نغلف كل الفشار بتاعنا بالكراميل. وولادنا بقى يدوقوا احلى طعم كراميل بالحليب كده بالفانيليا، تحفة روعة يا جماعة. ما اقولكوش ريحته كانت في المرحلة دي كانت جميلة جدا، الريحة كانت جميلة جميلة جميلة. اهو يا حبايبي انتنا نقلب كده بحيث لما نشوف كده كل الفشار اللي عندنا اتغلف، مفيش حاجة اسمها ما اتغلفتش بالكراميل. صلوا على النبي المختار يا حبايبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده يا حبايبي قلبنا الفشار بتاعنا بسم الله ما شاء الله. بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب صينية معانا ونفرد عليها الكراميل ده. بنعمل الخطوة دي ليه؟ بحيث ان هو يتعرض للهواء كده يا جماعة، علشان ينشف معانا، ما يبقاش طري معانا كده. هو طريق منه لسه سخن، الكراميل اللي كان سخن عليه، انما لما يتعرض للهواء هيقرمش معاكي وهيبقى ناشف ويبقى جميل جدا. اهو يا حبايبي هنسيبه قيمة ساعة ونص او ساعتين. ده الشكل النهائي يا حبايبي للطعم الحادق والطعم المالح. عندنا يا جماعة المالح والمكرمل بالسكر بالحليب بالفانيليا. اتمنى انه يعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد يعني.